رودوي مع التنفيذ، ايضا ياسر القحطاني حائط صد بشري من 7 لاعبين من لاعبين راي، ومحمد خوجل في المرمى. رودوي هدف التعادل للهلال، هدف التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين. الهلال يسجل ميرير رادوي. ميرير رادوي يضع كرة على يسار محمد خوجلي، هدف التعادل للهلال. هذه النقطة تكفي ليكون الزعيم بطلا للدوري. والكرة من ركلة حرة مباشرة، هي كرة هدف أساسا عندما استلمها رادوي من تمريرة ياسر القحطاني، عندما حاول المرور والدخول والانفراد بمرمى محمد خوجلي، عندما حاول رادوي أن يتدخل في سوء الطالع وأن يتدخل أيضا في عدم التوفيق. يعني نستغفر الله العظيم، احنا نقول عدم التوفيق اللي كان مع هجوم الهلال. حاول التدخل رادوي في